السلام عليكم ورحمة الله. نواصلوا مع exercice 2 في بريفي 2018 بريفي كامبي. Donc exercice 2 قال لنا on considère l'expression b égale x moins 5 au carré moins 2x plus 1 au carré. واضح. 1. Développer, réduire et ordonner l'expression b. Then question 1 قال لنا développer, réduire et ordonner l'expression b. واضح. جيد. إذن l'expression راعيه b égale x moins 5 facteur au carré moins facteur des x plus 1 au carré. واضح. إذن قال نديفلوبوه ونريدويزوه ونأوردونوه. واضح. أوردوني اللي هي نظموه. فهمت؟ جيد. إذن نقبل الإكسبرسيون b égale x moins 5 au carré moins 2x plus 1 au carré. جيد. لأن قبل هذه x moins 5 au carré الأولى نديفلوبوها. هذه a moins b au carré اللي هي a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. a اللي هو x و b اللي هو 5. طبقوا عليه القاعدة معروفة. إذن a au carré اللي هي x au carré moins 2 fois a fois b. إذن moins 2 fois x fois 5 plus b au carré اللي هو ايش؟ اللي هو 5 au carré. زين. نديرو لي مويه ما ندخلو مويه انتو قدام بارانتيز ما تدخل عليه شي ماولين البارانتيز اللي فيه بارانتيز تعدل حالته يعني يعود او كاري تعدل حالته يديفلوب. فهم؟ ينفو تعدل حالته كامل ديفلوب وديك الساعه ندخلو عليه مويه. واضح. اذا مويه نديروها لقدام نفتحوها نكروشي نتبارك نديفلوبو هذه هاي دي زيكس بلس 1 تو كاري. هاي سو فورم داش ا اللي هي دي زيكس بلس بي اللي هو اش 1 تو كاري. هاي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. طبقوا لي القاعده اللي هي ا او كاري اللي هي دي زيكس لي 2 او كاري بلس 2 فوا ا اللي هي 2 فوا دي زيكس فوا بي اللي هو 1 يعني بلس بي او كاري اللي هي 1 او كاري. واضح. اذا عندنا هون اكس او كاري موي 2 فوا اكس فوا 5. هذه بالنسبه لهذه موي 2 فوا اكس فوا 5 نضربوا الاعداد اللي ما في الاعداد مع بعض اللي هي موي 2 فوا 5 اللي هي موين 10. إذا موين 10 فوا إكس اللي هي موين 10 إكس. 5 أو كاري اللي هي 25. واضح؟ جيد. وهذه هون 2 إكس ل 2 أو كاري. 2 إكس ل 2 أو كاري تساوي 2 أو كاري فوا إكس أو كاري. 2 أو كاري فوا إكس أو كاري. واضح؟ اللي هي 2 أو كاري إكس أو كاري. أيوه 2 فوا 2 إكس فوا 1 اللي هي 2 فوا 2 فوا 1. الأعداد اللي ما فيهم إكس نضربه في بعض 2 فوا 2 فوا 1. واضح. اللي هي 4 فوا 1 اللي هي 4 اللي هي 4 إكس. إذن هاي كامل 4 إكس 1 وكاري اللي هو 1. واضح. إذن ذاك اللي يعطينا اللي تعود بيش تساوي إكس أو كاري موي 10 بلس 25 موي كروشي 4 إكس أو كاري بلس 4 إكس بلس 1 اللي كنا نقولوا غارك بما أن عدلنا اللي في بارانتيز ديفلوبيناه عندنا غارك نقدو ندخلو لموي. إذا نقدر ندخلو إلى مويه. هذه الكروشيه اللي قدامي ما قدامها مويه. إذا ما أنا مغيرين فيها شيء نقلوا عنها هاولي كروشيه بارانتيز راح نقل عنها هنا إكس كاري مودي 6 بلس 25. واضح. بالنسبة للمويه اللي تدخل عليه الكروشيه إذا الكروشيه لا ينقلع وش لا يخلق مويه يتغير السن كامل تعكس لي السن كاملين. شو كان مويه يعود بلس شو كان بلس يعود ايش يعود مويه. جيد. إذا إكس كاري موين دي 6 بلس 25 هاي الأولى ما عندها مشكلة. الثانية إذا موين 4 إكس كاري موين 4 إكس موين 1 اللي راعيه. واضح. زين. الخطوة الثالثة شنو؟ الخطوة الثانية اللي هي اللي هنا قبله نخرصوا. نحن عندنا إكس أو كاري عندنا إكس وعندنا عدد ما في إكس. لأن هنا قبله الأعداد اللي في إكس أو كاري نجمعوها مع بعض. عندنا هون إكس أو كاري عندنا هون مكات إكس أو كاري. إذا مجموعهم شو يساوي؟ مجموعهم يساوي مجموع لي فاكتور اللي هو هون شنو؟ هون الفاكتور شنو اللي هو هون لا كيف تقول إكس أو كاري غير ما ينكتب. إذا إكس أو كاري موين 4 إكس أو كاري نقبل خلي إكس أو كاري وحدها ونجمعوا هؤلاء دو فاكتور اللي هو موين 4 موين 4 موين 4 اللي هو موين 3 نضيفه لإكس أو كاري معناها نضربه في إكس أو كاري. هي الطريقة. إذا موين 3 إكس أو كاري نفس الشيء نعدله مع إكس خلوا عنا إكس نقبلوا لي فاكتور اللي مع إكس معاه هون موين 10 شو معاه هون موين 4 نقولوا موين 10 موين 4 موين 10 موين 4 ليش؟ اللي موين 14 موين 14 نضربه في إكس. واضح. جيد. هؤلاء الأعداد
نقيس العدد اللي ما فيه اكس اللي هي 25 موز 1 25 موز 1 اللي هي 24. نجبروا هذه هي الاكسبرسيون اللي ديفلوبيناها معناها نشرناها، وريدوزيناها معناها ان قصرنا هذا كتبتها ونظمناها، درنا اكس او كاري هي الاولى واكس الثالثه اكس والثالثه العدد اللي ما فيه اكس. واضح؟ جيد. عقبها قال لنا كيسيون دو calculer et simplifier la valeur de b lorsque x égale 2. واضح؟ إذن في حالة هذه x ما 3 مجهول عاد تساوي 2. إذن b إيش لا تساوي؟ هذا بسيط. أنا x تساوي 2 معناها إن x نقلعها ندير بها 2 ونعدل كالكل كامل. زين. يقدر من درا لين نستخدم هاي الإكسبرسيون ولا الإكسبرسيون اللي يمكن نجبرت. نستخدم الإكسبرسيون اللي يمكن نجبرت، لأني أنت دائما في الرياضيات إيش كامل العدد تعرف هناك اللي يستفاد منه. فهمت؟ اللي يستفاد منه في الخطوات اللاحقة. واضح؟ جيد. الكسيون راعي قالنا كالكولي بي بور اكس ايكال لاش؟ بور اكس ايكال 2. واضح؟ زين. الاكسبرسيون التالي يمكن نجبرنا شنو هي؟ بي ايكال موان 3 اكس او كاري موان 14 اكس بلس 24. نرامبلاسو اكس بكل بساطة باثنين. واضح؟ إذا تعود موان 3 فاكتور اكس او كاري. دائما اللي نرامبلاسو اكس بلا فالور تعود او كاري نديروها انت بارانتيز. إذا انت بارانتيز دو او كاري موان 14 نفس الشيء مع اكس هون انت بارانتيز فا 2 بلس 24. إذا نقولوا موان 3. أولا هاي دي او كاري ايش تساوي؟ سابقا قاعد نضربه في موان 3. دي او كاري تساوي دي فا 2 ليش؟ ليه كات كات فا موان 3 ليش؟ موان 3 فقط مزنا دونجو نفس الشيء موان 14 فا 2 اللي هي موان 28. إذا موان 3 فقط موان 28 بلس 24. موان 3 فقط اللي هي موان 12 هون موان 28 بلس 24 اللي هي ايش؟ اللي تساوي موان 40 بلس 24 اللي هي موان 16. هذا كيسيون تري سامبل بسيط حد يعاد يجبر النقاط. جيد. الكيسيون التالية قال لنا فاكتوريزي الاكسبرسيون دو بي. فاكتوريزوها معناها ان نقصروا كتابتها ولا زاد نختصروها. فهمت؟ الكتابة طويلة لأن نختصروا نحن في بارانتيزين. هو معنى فاكتوريزي. وعنده طرق في الرياضيات وعددهم نشوفوا ان شاء الله. إذا فاكتوريزو الاكسبرسيون بي ايوا بوي ثم شنو نعدلوا؟ نريزودروها دان لانسامبل دي نومبر ريال معناها نريزودرو بي ايكال 0. مثلا نشوفوا اولا بعد فاكتوريزوها. اذا اولا قال لنا اولا لا نفاكتوريزو. يعني لين قال لكم تفاكتوريزو عرفوا عنكم لا تقبلوا الاكسبرسيون اللي موجوده في بدايه الاكزرسيس ما هي الاكسبرسيون الثانيه. واضح؟ لان هذه الاكسبرسيون معطينا في بدايه الاكزرسيس بي قال اكس موان 5 تو كاري موان 2 اكس بلس 1 تو كاري. زين. لين قال لكم تفاكتوريزو اللي هو لابد من الملاحظه. لابد تلاحظ على لان هاي الكتابه تشابه الكتابه في الرياضيات معروفه. كيفاش مثلا؟ كيف؟ انسى عنك هاي الكتابه انساها. غير في هذاك اللي فورميل هذاك اللي فورميل لابد حد يعود يعرفهم. لين يجيني قيمه معينه او كاري ناقص قيمه اخرى او كاري ناتج مش لا يعود افتح بارانتيز دي القيمه الاولى ناقص القيمه الثانيه اقفل بارانتيز اضرب افتح بارانتيز القيمه الاولى زائد القيمه الثانيه. القيمه هذه اسوى عدد اسوى 2 اسوى 3 اسوى 4 اسوى اكسبرسيون معناها عباره في اكس موان 2 بلس 3 اكس او كاري. ما هو مهم انها قيمه ثابته مجوره انت بارانتيز. واضح؟ يعود قاع عدد واضح عدد ما ندير بارانتيز اللي كيف مثلا 2 3 قال يعود اكسبرسيون عباره معناها انها داخله في اكس. طبعا اللي تفطنها انتبه تفطنها انتر بارانتيز. واضح كيف هذه هون؟ اذا نحن هون عندنا هاي القيمه الاولى او كاري ناقص هاي القيمه الثانيه او كاري. اذا يشابه هذا لا قد نقول انها ا او كاري مو بي او كاري. اذا بما انها جاتنا مطابقه لها نطبق عليها القاعده هاي تساوي ا نفتح بارانتيز كبير القيمه الاولى ناقص القيمه الثانيه انت نقفل بارانتيز مضروبه فاش نفتح بارانتيز القيمه الاولى زائد القيمه الثانيه. هو اللي نعدلهم بكل بساطه. اذا قياسنا نعرفوا نديروا في الراس على القيمه الاولى هي اكس موان 5 ما هي لا اكس ولا هي موان 5 اكس موان 5 كامله هي ا و2 اكس بلس 1 كامله هي بي. واضح؟ اللي نقولوا نفتحوا كروشيه القيمه الاولى ناقص القيمه الثانيه اللي هي ايش؟ اكس موان 5 بما انها شفت اي قيمه تتكون من عددين فما اكثر نديرها انت بارانتيز قاعده كاع. فهمت؟ اذا اكس موان 5 كانت بارانتيز هي القيمه الاولى ناقص القيمه الثانيه. جيد. اذا اكس بي قال اكس موان 5 قلنا هذه اكس موان 5
بأن ما قدامهم مويه إذا لا يقولوا عنها بارانتيز لا متغير فيه شيء. بالنسبة لهذه الأخرى بخلاف هذه الأخرى قدامهم مويه إذا لا يقولوا بارانتيز ولا هي تغير لسن أو الأعداد كامل اللي في بارانتيز يتغير سنهم. واضح كما قلنا سابقا. إذا تعود إكس موان 5 موان دي إكس موان 100 زين فوا كروشي نقص كروشي الثاني نفس الشيء إكس موان 5 نقول عنها بارانتيز إكس موان 5 بليس نقول بارانتيز لا متغيرش بليس دي إكس بليس 1 تخاصنا نظموا الأعداد. إذن إكس موان دي إكس إكس موان دي إكس اللي هي إكس اللي هي 1 إكس. إذن 1 إكس موان دي إكس نقولوا 1 موان دي اللي هي موان 1 فوا إكس اللي هي موان إكس. واضح كما قلنا سابقا. موان 5 موان 1 هي موان 6 نفس الشيء عندو كروشي الثاني إكس بلس 2 إكس اللي هي 3 إكس موان 5 بلس 1 اللي هي موان 4. إذن هذه هي الإكسبرسيون فاكتوريزي المطلوبة. اش تخاصنا نريزودرو بي إيكال زيرو. إذن قال لكم تريزودرو بي إيكال زيرو عرفوا عنكم لا يتقبلوا الإكسبرسيون فاكتوريزي. الإكسبرسيون العبارة اللي مفاكتوريزي هي اللي لا يتقبلوا تعدلوا به بي إيكال زيرو. إذن يجيك موان 6 موان 6 فوا 3 إكس موان 4 إيكال زيرو. هي الإكسبرسيون بي إيكال زيرو. أيوا مجرد يجيكم دو فاكتور معناها دو بارانتيز مضربة في بعض إيكال زيرو معناها البارانتيز الأول يساوي زيرو والله البارانتيز الثاني يساوي زيرو. إذن معناها لأن البارانتيز الأول يساوي زيرو اللي هو موان إكس موان 6 إيكال زيرو. ونشون نريزودرو ذاك معناها ننطرو من إكس. معناها شنو موان إكس خلوهم هاي موان 6 بعدوها نديروهم وراء إيكال يكتب لنا موان إكس وحدها. يعني موان 6 يجي وراء إيكال تساوي بلس 6. إذن موان إكس إيكال 6. زين إذن موان إكس إيكال 6 معناها أن إكس تساوي إكس لأن قبل هذه نحن عندنا موان إكس تساوي 6 باش نجبروا إكس نضربوا العدد اللي له في موان 1. إذن إكس تساوي موان 1 فا 6 اللي هي موان 6. واضح إذن تساوي موان 6. نفس الشيء نقول بارانتيز الثانية إيكال زيرو اللي هي 3 إكس موان 4 إيكال زيرو. معناها شنو لأن نخلوا 3 إكس وحدها ما معها شي من الأعداد الآخرين. لأن نقولوا 3 إكس نثبتوه هون موان 4 لا نديروهم وراء إيكال معناها شو معناها لا يتغير سنها. كانت بليس 4 لا تعود موان 4 كانت موان 4 لا تعود ايش تعود 4 هي هون كانت موان 4. إذن 3 إكس إيكال 4. زين 3 إكس إيكال 4 نحن نلودوا الإكس بسيط إكس يساوي العدد مقسم على العدد اللي مضروب في إكس. واضح إذن 3 فوا إكس إيكال 4 معناها على أن إكس تساوي 4 ديفيزي بار على العدد المضروب في إكس اللي هي 4 ديفيزي بار 3. واضح إذن إكس عندها دو فالور إكس تساوي موان 6 وإكس تساوي 4 سير 3. إذن هذا هما لي سوليسيون. إذن نقدروا نوقفوا هون ونقدروا نزيدوا نقدروا نقولوا مجموع الحلول اللي هو سوليسيون يساوي العدد الأول اللي هو موان 6 نقطة فاصلة العدد الثاني اللي هو 4 سير 3. وبهذا يكون وهو الإكسرسيس. أتمنى إن شاء الله تعودوا استفدتوا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشوا الفيديوهات لأحبائكم كاملين وأصحابكم يبقوا ينتفعوا. ونشتروها على الفيسبوك ونشتروها على مواقع التواصل الاجتماعي ياك استفاد الناس اللي محتاج تشترح بالحسانية استفاد الناس اللي قادم على بريفة. وجزاكم الله خير. مرحبا وسهلا.